السلام عليكم، اهلا بكم احبائي في وصفه جديده من وصفات اثليجه. اليوم ما جبتش وصفه وانما تدبير. اليوم ان شاء الله بربي راح نديروا طريقه تخزين الطماطم في المجمد لمده سنه كامله. نعم، هذه الطريقه انا راني نعتمدها منذ مده. اولا نجيبوا، انا شريت حوالي 10 كيلوغرام طماطم، نجيبوها نغسلوها ونقطعوها كما راكي تشاهدي حبيبتي. راح نقسمها الى قسمين. انا راح ندير 3 كيكوطات لانه الكميه كبيره. راح نخدم كيكوطات زوج نخدمهم صلصه بيتزا، ووحده راح نخدمها صلصه طماطم عاديه. نجيبوا صلصه البيتزا راح نضيفوا لها البصل، ديري نصف الكميه، نصف كيكوطه يعني طماطم، والربع الاخر ديريه بصل، ربع كيكوطه الاخرى ربع الكميه بصل، نصف الكميه يعني هنايا نصف طماطم والربع بصل. هكذا حبيبتي باش ما تنسيش ملح. ركزي معايا، نجيبو بصل نضيفوه فقط لصلصة البيتزا. هنا صلصة البيتزا تقدري تخدمي بها ايضا لصالي. اذا هنا شوفي طريقة تقطيع الطماطم. نضيفو الملح، يعني الملح هنا راح نضيفو كل كيكوطة حسب الكبر تاعها. راها عندي كيكوطة هذه وحدة 6 لتر والثانية 4.5 صغيرة وكبيرة 9 لتر. اذا نضيفو هنايا زعتر، ونديرو حمار يعني فلفل احمر يعني كما نقولوا حلو عكري حلو، ونديرو في الكيكوطه المتوسطه يعني تاع 6 لتر كاس الا ربع زيت. الكاس هذا اللي يرفد 150 مليلتر، كاس صغير يعني موش كاس كبير، راه يرفد تقريبا اصلا يرفد فنجان ونص. الكيكوطه الكبيره نديرو فيها كاس كبير، وكيكوطه المتوسطه نديرو فيها نص كاس الزيت عفوا. ونفس الكميه اللي نديروها زيت راح نديروها ما يعني كاس الا ربع، نصف كاس وكاس يعني حساب حجم الكيكوطه. ونديرو 6 سنات ثوم في الكبيره و3 سنات ثوم. كما راك تشوفي الثوم معايا راه كبير الحجم، على ذلك درت سنات 3 فقط. اذا كان صغير الحجم تزيدي يعني حسب الذوق. احنا ما نحبوش الثوم بزاف في لي صالي وفي البيتزا في لاصوص بيتزا. اذا نجيبوهم نبلعوا عليهم في الكيكوطه. هنا بلع عليهم اولا، اذا حبيتي ما ديريهمش في الكيكوطه عادي، لكني انا حبيت باش يطيبوا بسرعه، يعني باش تطيب طماطم جيدا ما يبقاوليش القشور كي نجي نطحنها. نحسبوا بعد ما تصفر الكيكوطه، بعد ما تصفر نحسبوا 20 دقيقة ونفتحوا عليهم. هنا النار لازم تكون متوسطة هكذا باش ما تحرقش معاك من التحت. ما تخافيش ما راحش تحرق لأنه فيها الماء. انا اذا درت الماء لاني كنت راح نبلع عليها. اذا كنتي ما حباش تبلع عليها في الكيكوطه تقدري ما ديريش الماء، يعني ما تضيفيش كامل الماء وتبقاي تحركي فقط، راح تطيب في الماء نتاعها. كما راكي تشوفي معي راها نزلت، يعني الحجم راه نقص نتاعها، دبلت هذيك الطماطم طبقت الماء نتاعها. نجو نطحنوها بالبغاء ميكسور. اذا عندك رحه وعندك الوقت تطحنيها في رحيوه الخضره احسن، راح تخرج معك نتيجه احسن من هذه. اذا ما عندكش عادي تطحنيها بالميكسور. اذا كنتي مزروبه ايضا مثلي طحنيها بالميكسور، طحنيها حتى تحصلي على قوام لذيذ، يعني كما راكي تشوفي معي اختي في الصوره. اذا ما زلتي معايا حتى لهذه اللحظه ومازال ما درتيش جيم، ما عليك غير ديري لي جيم، ديري ابوني وتفعلي الجرس. هذا اذا عجبك الفيديو. اذا ما عجبكش لك الاختيار، ما راحش نقول لك ديري لي جيم والفيديو ما عجبكش. ان شاء الله بربي يكونوا الفيديوهات تاوعي مفيدين لكم. ان شاء الله بربي يكون هذا المحتوى مفيد وفيه فائدة عامة للجميع. حتى واذا كنتوا على بالي كامل تعرفوا تحضروا هذه الاشياء، لكن ماذا بي انايا نتبادل معكم المعلومات. اذا شفتوا حاجه ما عجبتكمش ما عليكم غير تقولوا لي في لي كومونتير. نتقبل كل النقد بصدر رحب. ما راك تشوي معايا بعد ما تطحنيهم خليهم يبردوا، ما غاديش نجو نخزنوهم مباشره. بعد ما يبردوا نجيبوا الكؤوس البلاستيكيه، يعني اكواب بلاستيكيه و
علب بلاستيكيه يعني بورتمونجي، علب تخزين كما راكي تشوفي معايا. هذه العلب حجمهم 300 مليلتر. ونجيبوا ساشيات. اذا ما عندك جيبي اكياس بلاستيكيه ايضا، تقدري تخزني في اكياس بلاستيكيه باستعمال هذا الليسور اللي غادي تغلقي به الاكياس البلاستيكيه كما راكي تشوفي معي. هذا الليسور راني دايره له بابي كويسون يعني ورق الطهي اللي قابل لإعادة الاستعمال، مقطعات كما راكم ملصقاتو بسكوتش. اذا نجيبو بشريط اللاصق، نجيبو الاكوال لي بورتمونجي نديروهم نعمرو فيهم، ونجيبو ايضا الكؤوس كما راكي تشوفي معي ونعمروهم كما راكي تشوفي معي اختي. انا صلصه البيتزا راح نديرها في الكؤوس ونديرها ايضا في العلب لاني به ما نغلطش بيناتهم. اما صلصه الطماطم ان شاء الله بربي نديروها في اكياس بلاستيكيه. هنا يلزم تغلقي على الكؤوس جيدا بالبلاستيك يعني بلاستيك سيلوفان بالسيلوفان هكذا كما راك تشوفي معايا باه ما يدخلهمش الهواء. مهم جدا هذه المرحله. وما يلزمش تجيبي كؤوس الورقيه ذيك اللي فيها الكتابه، لانه الكتابه راهي بالحبر والحبر راه فيه مواد سامه اختي، وراك راح تخزنيها في الثلاجه لمده طويله راح يتسرب لك هذاك الحبر. بصلصه الطماطم ممكن يكون فيها سموم وراح تضركم. الاحسن تجيبي هذه الاكياس في الكؤوس بلاستيكيه الشفافه يعني ما راح تضمني ما فيهم حتى اضافات. نجو هنايا لصلصه الطماطم العاديه يعني ماشي صلصه البيتزا، نجو نخزنوها في اكياس بلاستيكيه. نديروا هذاك اللي يسير على 160 درجه مئويه كما تشاهدي معايا حبيبتي. نقلبوا الساشيات بهذه الطريقه باش ما يتسخطوناش الجوانب كي نولوا نفرغوا فيهم نعمروا فيهم هذيك الصلصه. نعمروا صلصه حسب الحاجه. هنا الاكياس بلاستيكيه راه الثمن تاعها ماهوش غالي، راه التخزين راح يكون لك اسهل. المهم الاحسن تجيبي اكياس بلاستيكيه من هذه النوعيه الجيده. هنا راه 50 كيس بلاستيكي يكون حوالي 80 دينار فقط حسب الحجم. ممكن الحجم الصغير راح يكون 60 دينار. اذا تحاولي تخرجي منها الهواء كما راكي تشوفي معي حبيبتي. خرجي الهواء جيدا من هذاك الكيس بلاستيكي وغلقي عليه بهذاك الليسر اللي رانا دايرينه على 160 درجه مئويه. اذا وتخزنيهم في الثلاجه، ديريهم في بلا وتحطيهم في الثلاجه في المجمد قد اللي يجمدوا. تقدري يحكموا الشكل تاعهم، تقدري تقلعي هذاك البلا كما راكي تشوفي معايا. تحطيهم كما راكي تشوفي هذو وتحطيهم في بلا وتخليهم يجمدوا. كي يجمدوا تقلعيهم من البلا. اذا كنتي حبيبتي من الناس اللي تهتم بالطبخ والحلويات والتدابير المنزليه والسعرات الحراريه للحفاظ على الصحه الجسديه، ما عليك غير ديري جيم للفيديو وتشاركي في القناه وتفعلي الجرس هكذا باه يلحقك كل الجديد. ومع السلامه في وصفه جديده من وصفات ثليجه. الى اللقاء.